تعال اقول لك، لو انت عميل هتعمل فيلم حمايه لعربيتك، على 3 نقط مهمه قوي لازم تهتم بيها اثناء تركيب الفيلم وبعد تركيب الفيلم. لازم تتابع الفيلم بعد ما تركب، حالته عامله ازاي، اصفر ولا لا، اتشقق ولا لا. طبعا الكلام ده على بعد سنتين مينيمم بيبتدي يبان الحاجات دي لو الفيلم مش حلو قوي. رقم 2، لازم تاخد بالك من موجة الحر الشنيعة اللي بتجيلنا في الصيف. موجة الحر دي الافلام دي مش مهيئة ليها، فالنتيجة ان الفيلم لو انت مش بتغسله بوهات مخصصة للسيارة، فيلم هيشقق بسرعة، هيصفر بسرعة، وخصوصا بقى لو استخدمت بريل وصابون انت بتدمره حرفيا. الفيلم هيتركب مرة واحدة، مش هينفع يتركب مرتين. ان الفيلم وهو بيتشال بياكل جزء من الورنيش. ده غير ان التطهير اللي بيحصل بعد ازالة الفيلم، التطهير من الغيرة اللي بيبقى على العربية، مش عايز اقول انه بيبهدل الورنيش، لان محترف هيطلعه افضل حاله ممكنه. بس افضل حاله ممكنه دي ممكن الورنيش يخسر 20% تقريبا من سيكنس